في قصة قديمة كتير، بس بعدها لهلأ بتخوف وبتحمس وبتخلي العالم تفكر. هي قصة عن شخصين، واحد بيجسد الأمل وواحد بيجسد الشر. الأول رح يجي لينقذ البشرية من الفوضى والظلام، والتاني رح يجي ليضلل الناس ويغويهم. الأول هو المهدي المنتظر، والتاني المسيح الدجال. طب ليش مهم نحكي عنه اليوم؟ لأنه من وقت وعينا عهدنا كل جيل بيسمع هيدي الجملة. خلص قربت القيامة، الدجال على الابواب والمهدي رح يظهر. يعني هالموضوع مش جديد علينا، بس نحن كل مرة بنرجع نفتح النقاش فيه. خليني أسألك سؤال، لو يوم من الأيام جيت فتحت التلفزيون ولقيت خبر عاجل ظهور شخص وبيدعي انه هو المهدي المنتظر، شو بتعمل؟ بتصدق دغري؟ بتكذب؟ بتروح لعنده؟ ولا بتعمل ميوت وبتكفي مسلسلك؟ واذا فجأة الاخبار بلش تحكي عن رجل غريب عنده قدرات خارقة وعم بيعمل معجزات بتخلي الناس تتبعه، وقالوا انه هيدا هو المسيح الدجال، رح تخاف؟ رح تشك؟ او رح تعتبرها لعبة اعلامية؟ وهون يا رفقاتي بتبلش القصة. مرحبا جميعا، انا ماضت فيه ورجعت لكم بحلقة جديدة من ممكن. يلي ما بيعرف فكرة المهدي المنتظر منا جديدة ولا محصورة بمذهب واحد. بالنسبة للسنة بيقولوا إن المهدي بعده ما خلق ورح يظهر آخر الزمان. بالنسبة للشيعة بيقولوا لا، هو موجود من زمان، اللي هو الإمام الثاني عشر، بس غايب حاليا ورح يرجع. يعني من الأول في جدل بالقصة. أما المسيح الدجال هون تقريبا كل العالم متفقين عليه إنه هو أكبر فتنة رح تمر على البشرية، ومش مزحة. بيقولوا إنه رح يلف العالم كله بأيام قليلة، معه شي بيشبه الجنة والنار، حيخلي العالم يتركوا إيمانهم ويركضوا وراه. يعني عن جد إذا فكرت فيها الموضوع بيشبه فيلم رعب. ومن هون بيطلع السؤال، هل نحن عم نحكي عن شخصيتين حقيقيين رح يطلع يوم من الأيام، ولا هي إنه قصة رمزية رح تخلينا نفكر بالخير والشر أكتر ونعيش حياتنا على أساس هذا الصراع؟ اليوم رح نعمل رحلة سوا، رح نغوص بالنصوص ونشوف شو بين السنة والشيعة، وشو بيقول التاريخ وشو بيقول الدين، وحتى كيف انعكست القصة على ثقافات تانية. ورح نوصل آخر شي لسؤال واحد، هل هالشخصيتين فعلا حيظهروا؟ خليك معي لأن القصة حتكبر أكتر وأكتر. خلينا نبلش نحكي عن الشخصية الأولى اللي هي المهدي المنتظر. الاسم لحاله بيعطيك هيبة انه في شيء خطير رح يصير. المهدي يعني الشخص يلي هداه الله، والمنتظر يعني كل الناس ناطرينه. طيب مين هو هذا الشخص؟ بالاسلام في مدرستين كبار، السنة والشيعة، وكل نسخة عندها نسخة مختلفة عن القصة. عند السنة بيؤمنوا انه المهدي رح يطلع باخر الزمان، بس لهلا بعده ما خلق. رح يكون من نسل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، يعني من آل البيت، وتحديدا من نسل الامام الحسن بن علي. رح يكون متوسط الطول، عريض الجبهة، رح يطلع من المدينة أو من مكة، والناس رح تبايعه عند الكعبة. وشو مهمته؟ ينشر العدل بعد ما تكون الأرض مليانة فساد وظلم. أما عند الشيعة وتحديدا الاثنى عشرية، المهدي موجود أصلا، وهو الإمام الثاني عشر، محمد بن الحسن العسكري عليه السلام. ولد سنة 255 هجري، يعني حوالي 869 ميلادي، بس دخل بمرحلة اسمها الغيبة. وعنده غيبتين، الغيبة الصغرى كان بعده بيتواصل مع ناس عبر النواب، والغيبة الكبرى يلي هي من وقتها لليوم ما حدا بيعرف عنه شيء. والشيعة كانوا بيقولوا رح يرجع آخر الزمان يقود المسلمين وينصر الحق. يعني باختصار عند السنة مهدي رح يجي، وعند الشيعة مهدي موجود بس مغيب. بس ليش في فكرة منقذ أصلا؟ وهون بنوقف وبنسأل حالنا، ليش كل الأديان والثقافات حتى عندهم شخصية مخلص أو المنقذ؟ المسيحيين عندهم عودة المسيح، اليهود ناطرين المسيح المخلص، البوذيين عندهم كالكي يلي رح يجي وينهي دور الشر. حتى بالأساطير الزيراتشاتية، بحفظ هيك اسمها، في شيء اسمه في سوشيانت يلي كمان بيقضي على قوة الشر. يمكن لأنه الإنسان بطبعه بحب يعيش على أمل إنه الوضع خربان اليوم، بس اكيد الله حيبعت لنا حدا ويخلصنا من هالوضع. بس مش مثل ما نحن بنضلنا نقول انه اذا طلع زعيم جديد ممكن يصلح البلد. المواضيع مش بس قصص، في احاديث عند المهدي عند الفريقين. حتى عند السنة الاحاديث بتقول انه رح يملى الارض عدلا بعد ما ملئت جورا، وعند الشيعة كمان الاحاديث بتقولوا انه الامام المغيب حيرجع. بس مش كل العلماء بطبيعة الحال متفقين على مصداقية هيدي الاحاديث. واللافت انه مش بس كتب دينية حكت عن المهدي المنتظر، حتى ثقافتنا الشعبية فيها اثر. وفي مسلسلات وافلام عربية حكت عن الموضوع بطريقة غير مباشرة. وفي ناس بكل جيل بيطلع بيقولوا انا المهدي المنتظر. يعني اذا هلا بتروح بتشوف في كتير عالم مدعين انه هن المهدي المنتظر وعندهم اتباع حتى، وفي منهم انتهت قصتهم بسرعة وانفضحوا. يعني اذا فقت شي يوم ولقيت جارك عم بيقول لك انا المهدي المنتظر ما تستغرب، موضة ودارجة. بس خلينا نتخيل هلا لو المهدي المنتظر ظهر بهيدا الوقت الحالي، شو بده يعمل؟ كيف بده يتعامل مع هذا الجيل؟ كيف بده يتعامل مع هذا العالم اللي قاعدين على التيك توك ليل نهار، يضلوا فاتحين لايفات، اللي حياتهم صارت معتمدة على الشات جي بي تي؟ وكيف المهدي حيقدر يتواصل مع هالعالم كله؟ وأي طريقة حيستعمل حتى يتواصل مع هالعالم كله ويهديكم على الطريق الصحيح؟ وهلا بننتقل للشخصية الثانية، والشخصية اللي إذا قلت اسمها قدام حيلا حدا بيخطر على باله الشر، الظلم، الفتنة، الخداع، يلي هي المسيح الدجال.
طيب ليش اسمه هيك؟ اسمه المسيح لأنه بيقولوا بيشبه المسيح، بس هو النسخة المزيفة عنه. والدجال لأنه رح يدجل، يعني بيضلل الناس وبيغشهم. وبيسموه كمان أوقات الأعور الدجال، لأنه في أحاديث بتقول إنه هو أعور وعينه التانية طالعة مثل العنب. بس شو حيعمل هالدجال؟ الروايات بتقول إنه حيكون عنده قدرات غريبة، رح يلف الأرض بسرعة خيالية، رح يمر على كل مدينة إلا مكة والمدينة، لأنه بيكون في ملائكة عم تحميهم. رح يكون معه شي بيشبه الجنة وشي بيشبه النار، يلي بيتبعه بدخلوا جنته بس بالحقيقة هي النار، واللي بيرفضه بدخلوا بناره بس كمان الحقيقة هي الجنة. يعني بالعربي أكبر ساحر بتاريخ الكرة الأرضية. بس ليش الناس رح تنخدع فيه؟ إنه سؤال مهم، ليش الناس حتركض وراه؟ لأنه الدجال مش حيجي بشكله البشع ويقول لك مرحبا أنا الشرير، لا، رح يجي بشكل مغري، رح يقدم حلول لمشاكل العالم. فأنت هلا فكر معي شوي أنا شو عم بقول، وشوف شو اللي عم بصير هلا حاليا بالعالم. إذا في مجاعة، وإذا في مجاعة رح يعطي أكل، إذا في عطش بيعطيك مي، أزمة سياسية بيعمل صلح، بيوقف حروب، والناس بالأخير بتفكروا إنه هو المنقذ، بس هو الخداع الأكبر. كأنك فهمت علي يا عم مين عم بحكي. بس كيف حتكون نهايته للدجال؟ الأحاديث بتقول إنه فتنته حتكون قصيرة بالنسبة لتاريخ البشرية، يعني يمكن 40 يوم، بس بطريقة غير إنه كل يوم بيعتبر سنة، يوم قد شهر، يوم قد جمعة، وباقي الأيام عادية. بس إنه بالنهاية المهم ما حيضل مسيطر. رح ينزل المسيح عيسى ابن مريم ويواجهه، والمكان بباب لد بفلسطين، وهناك رح يقتله. يعني القصة بتنتهي بمواجهة بين المسيح الحقيقي والمسيح المزيف. هلا في كذا وجهة نظر، في ناس بتاخد القصة انه في شخص حقيقي حرفيا حيجي وهو حيكون الأعور الدجال، بس في ناس تاني بتشوفها انه رمزية اكتر، انه الدجال منه شخص، يمكن تكون فكرة، يمكن يكون نظام عالمي قائم على الخداع والسيطرة. في مفكرين شبهوا مثلا الدجال انه بالاعلام، بالتكنولوجيا، وهلا خاصة بالاي اي، او انه حتى بالسيطرة الاقتصادية. يعني حتى اذا حدا قالك الدجال هو التيك توك ما تستغرب، ممكن. والدجال حتى موجود كمان بثقافات تانية. مش غريب انه فكرة المخادع الأعظم موجودة بثقافات تانية غير الإسلام. المسيحية بتحكي عن المسيح الكذاب مثلا، الأنتي كرايست. باليهودية كمان بيقولوا في شخصية منافقة رح تظهر بآخر الزمان. حتى بالأساطير الغربية دايما في الدارك لورد أو ذا ايفل وان يلي هو بضلل العالم. يعني فكرة الشر الأعظم موجودة بدماغ البشر من آلاف السنين. خلينا نسأل حالنا مثلا، إذا الدجال ظهر اليوم كيف رح يتصرف؟ رح يصير يعمل مثلا فيك نيوز، اخبار كاذبه على تويتر وهيك، رح يسيطر مثلا على البورصه والاقتصاد، رح يخلق مثلا من الاي اي سوبر برين تخلي العالم كلها تركع له. هو اذا يمكن بلش يوزع واي فاي ببلاش على العالم، 3/4 العالم تلحقه بلا ما تسأل حتى. فبالحالتين سواء انك صدقت انه هو شخص اعور حيظهر، او انه هي فكره تنظيم بيرمز بس للشر، النتيجة وحدة. القصة هدفها تخلينا ننتبه إنه مش كل شي حلو ومنظم بالعالم معناته منقذ. أوقات الشر بيجي بشكل مرتب، لابس بدلة، بيحكي حلو وبيضحك. أوكي، حكينا عن المهدي المنتظر، حكينا عن الدجال، بس خلينا نربط القصة الكبيرة، لأنه بالنهاية القصة مش بس شخصيتين منفصلين، القصة أوسع بكتير. هيدي القصة اسمها علامات الساعة الكبرى. شو يعني علامات الساعة؟ الإسلام بيحكي إنه اليوم القيامة رح يجي من غير ولا إنذار فجأة. في علماء بالإسلام بيقولوا إنه في إنذارات قبله شوي صغيرة حتجي، منقسمين بين علامات صغرى مثل الفتن، ضياعة الأمانة، كثرة الزلازل، وبعدين في علامات كبرى يلي بتعتبر أحداث كونية وعالمية كبيرة. من بين هالعلامات الكبرى هو ظهور المهدي المنتظر، خروج الدجال، نزول المسيح عيسى، طلوع الشمس من مغربها، ظهور يأجوج ومأجوج. بالمناسبة إذا بدكم أعمل حلقة عن يأجوج ومأجوج حطوا لي تحت بالكومنتات وحطوا لايكات على الفيديو. في دخان عظيم يملأ الأرض، دابة تكلم الناس، 3 خسوفات ضخمة، ونار هائلة تدفع الناس لمكان الحشر. فهول من بعض العلامات الكبرى يعني. وحسب الروايات بيقولوا إن أول شخصية كبرى حتظهر هي المهدي المنتظر. بيطلع بفترة مليانة ظلم وفساد وحروب، والناس بتلتف حواليه وبيبلش يوحد الإسلام، وبصير في معارك ضخمة. وفي روايات بتحكي عن معارك ضخمة بالشام واسطنبول. وهون بيكون المهدي كأنه عم بجهز الساحة لأكبر معركة بالتاريخ. وروايات بتقول إنه من بعدها حيظهر الدجال، وفتنته بتكون رهيبة حتى إنه فيك ناس حيتركوا دينهم ويلحقوه. فالمهدي بيقولوا بيكون موجود بهالفترة وبيحاول يحارب الدجال، بس القصة أكبر من إنه مواجهة بشرية عادية. ومن بعد هذا كله بينزل من بعدها المسيح ابن مريم، بينزل بيقولوا عند المنارة البيضاء بدمشق، بينضم للمهدي وسوا بيواجهوا الدجال.
واللي بينهي الدجال مش المهدي المنتظر والعيسى ابن مريم، عند باب لد بفلسطين، وهونيك بيقتله وبتنتهي فتنة الدجال. وفي نظرية تانية بتقول انه لا، اول شيء حيظهر الدجال، بيرجع بيظهر المهدي والعيسى ابن مريم وبيقضوا عليه. بس في عنا كمان مرحلة بيجوا فيها يأجوج ومأجوج، انه بحال بيجوا بعد الدجال قبل الدجال ما بعرف، بس انه بحال اجوا مثلا بعد الدجال، يعني نحن بعدنا ما خلصنا من الشر بالعالم، لا في بعد شيء اكبر. الروايات بتقول انه بيظهر قبيلتين اسمهم يأجوج ومأجوج، شعوب هائلة بتظهر من السد اللي هن فيه حاليا وبتخرب الارض. الروايات بتقول انه هون المسيح بضله موجود، والمهدي كمان مذكور بهالسياق. بس الفكرة ان الارض بتدخل بفوضى غير مسبوقة. اذا بنطلع من زاوية رمزية وبنطلع على هذا الموضوع بنلاقي انه سيناريو متكامل. المهدي هو الامل، الضوء، المنقذ. الدجال هو الشر، الفتنة، التضليل. المسيح عيسى هي الحقيقة اللي بتواجه الكذب، وياجوج ومأجوج هي الفوضى العمياء اللي ما بتنضبط. يعني هي قصة كونية عن صراع الخير والشر. يعني حتى الناس اللي ما بيآمنوا بهالقصص انه في عالم هيك حتظهر، بس انه هي شيء رمزي موجود حقيقي، في صراع دايما بين الخير والشر. فخلينا نسأل حالنا اليوم انه ممكن يكون الدجال هو نظام عالمي اقتصادي مثلا عم بيضللنا اليوم؟ وهل المهدي هو فكرة عن قائد صادق الناس بعد ناطريته لليوم؟ وهل نزول المسيح هو رمز للعدالة المطلقة اللي حتكشف الكذب؟ فالموضوع هون رح يضل مفتوح. في ناس بيآمنوا انه هالاشخاص حقيقيين وحنشوفهم بيوم من الايام، وفي ناس بيقولوا انه هي قصص بس رمزية موجودة لتعلمنا انه اوعى تنخدع بالمظاهر، ما تفقد الامل، وبالنهاية الخير حينتصر. وهلا من بعد ما حكيت عن المهدي المنتظر، عن الدجال، عن كل الروايات اللي بتقول انه رح يطلعوا باخر الزمان، في سؤال بضله براس كل حدا: هل نحن قراب؟ وشو بصير اذا كل الاحداث طلعت مثلا بس رمزيه؟ يعني المسيح الدجال منه شخص، هو كانه منظومه بتكذب علينا، مثل منظومه اعلاميه عم تكذب عليك، والنظام العالمي عم يتحكم بهذه المعلومه والاقتصاد. والمهدي المنتظر كان ممكن يكون مثلا رمز للعداله، يعني ممكن يكون مش بس شخص واحد، يكون حركه بشريه او تنظيم بيقوم ليصحح مسار العالم. فانت من هلا لوقتها اذا ظهروا او ما ظهروا، خليك حاطط بعقلك انت اعتبر حالك انت المهدي المنتظر، وتصرف بكل تصرفاته، وتعاملت بعدل، بضمير، بوعي. والدجال ممكن يكون هو اللي حواليك من زمان، ونحن عم نغذيه كل يوم بالكذب، بالتضليل، بالنصب. بالاخير كل هالقصص بتضل قصص عنا نحن، وعن املنا، وعن رغبتنا انه نعرف شو حيصير بكره. يمكن بكره يظهر الدجال، ويمكن ما يجي، يمكن يطلع المهدي المنتظر، ويمكن ما يطلع. بس السؤال الحقيقي اليوم ان انت شو عم تعمل لتكون مستعد، مش لانه في علامات ساعه او في معجزات، بس لانه كل يوم بحياتك هو معركه بين الحق والباطل، بين وعيك وغفلتك. ويمكن يكون مثلا اعظم خدعه عملها فينا الدجال انه خلانا ننطره. فلهون بنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. اكتبوا لي بالكومنتات شو رايكم، وما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما انزل فيديو جديد. كان معكم ماضي تي في، مع السلامه.